لو عايز تعرف حقيقة راجل حطه قدام قرار، ولو عايز تعرف حقيقة ست حطه قدامها فلوس كتير، ولو عايز تعرف حقيقة أخ حطه قدام ميراث، ولو عايز تعرف حقيقة صاحبك حطه قدام مصلحتك. عايز بقى تعرف حقيقة الناس اللي حواليك اقع وابعد وقت طويل وشوفهم هيسألوا عليك ولا لا. تفتكروا الكلام ده حقيقي؟ طبعا أنا شايفاه مش حقيقي. ليه؟ لأن الكلام ده ما ينطبقش على كل الناس. في ناس اتحطت في ظروف اضطرت انها تاخد قرارات مش بقراراتها، وفي ناس اتحط قدامها فلوس، زي ما بيقولك الست لو اتحط قدامها فلوس تبان على حقيقتها. في ناس اتحطت قدامها فلوس بس كانت محرومة وقت طويل فممكن تتصرف غلط. فالكلام ده ما ينطبقش على كل الناس، ومش معنى ان حد اتصرف سلوك مرة غلط او التهى في طريقة غلط ما ينفعش اعمم واقول ان الشخص دوت بان على حقيقته او هو مش كويس. مع العلم الفيديو اللي انا سمعته ده كل الناس كاتبه ان هو صح في الكومنتات، بس ما ينفعش اعمم. يا جماعه في ناس اتحطت في ظروف وفي مواقف اضطرت انها تاخد قرارات غلط لانها ما تعرضتش للموقف ده قبل كده. وحد ممكن ما يسالش على صاحبه لو هو مضطر، او لو هو في موقف ممكن يكون هو في موقف برضه صعب. فما ينفعش احكم على الناس من جمل بقراها على النت او من فيديوهات بسمعها او حتى من موقف حصل. ما ينفعش اعمم.